السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائنا المتابعين. اليوم جايبينكم اخر اعمالنا مطبخ HDF من انتاجنا وعمل ايادينا. اليوم هو HDF وBBC مكتب AH. اشرح لكم بعض التفاصيل على الكاونتر. هذا الكاونتر هو عباره عن كاونتر الالمنيوم بالكامل، الالمنيوم بالكامل تركي. الالمنيوم باستخدام المصنع التركي الثقيل، استحشاء خشب. هاي التفاصيل كلها موجوده، حاولوا تنتبهوا لها بالمطابخ. الخارج HDF ايضا تركي، الخارج HDF ايضا تركي والداخل تركي. عندنا الكوارتز، السطح هذا الكوارتز، مرمر الكوارتز هذا قدامنا ايضا تركي، الملحقات والاكسسوارات تركيه. هذا المطبخ قدامكم، الخانات تحتوي على رف، خانتين للاستخدام حتى يكون عملي. المجرات خلينا مجرات باكثر من مكان تفيد الزبون. هذا المجر يكون نوعه هيدروليك، يعني هذا المجر. عندنا هذني الزاويه ايضا خانتين مفيده للاستخدام. الملحق خانتين كبار ضمنها الرف حتى يعطي سهوله بالاستخدام. عندنا هذه احنا نسميها الفاترينا او الزاويه العموديه. هذه الفاترينا او الزاويه العموديه. هاي الفاترينا او الزاويه العموديه. الداخل تركي ثقيل، الخارج HDF تركي ايضا، داخل هيكل الالمنيوم. هذا رف هذا رف، يعطينا 3 خانات يصير عمليات للزبون. بعض الزبائن يطلب انه نضيف خانه فارغه اللي هي ما بها رف، راح تكون خانه مفتوحه للاستخدام الاشياء الكبيره يعني. لاحظ هذه خانه كبيره ضمنها رف، منطانه خانتين. أغلبية الأبواب داخل الكاونتر تكون مقسمة إلى رفوف خدمية. هنا عندنا هذا الفاترينا، هاي الفاترينا اللي بيها البوكتن، هذا نظام البوكتن، المايكروويف والأوفن. النظام الحديث بالمطابخ اللي هو البوكتن، مايكروويف والأوفن. هذا مخصص إنه يكون بداخل الكاونتر. الأفران القديمة المايكروويف ذاك العادي والفرن القديم ما يصير يشتغل بداخل الكاونتر. هذا هو شغله البوكتن، شغله بداخل الكاونتر، يحتوي على مراوح للتهويه، فما ما ياثر، لا هو يتاثر بالحراره ولا ياثر على الكاونتر. هذا المايكروويف وهذا الاوفن. هنا ضايفين عندنا رفوف، هذه MDF رفوف صاجيه، اضافه بعض يعني لمسه من الجماليه. هنا استغلينا هاي المكان مجرات خدميه. نرجع نسوي لكم على الملحق هذا قدامكم. هنا ايضا الزاويه، ايضا رف، خانتين، 3 نرمايد، النرماده تركي ثقيل، ايضا رف. ضفنا هذا الديكور ضمن التصميم اللي هو يكون MDF، رفوف MDF. هنا راح تجي البلازما، انتم صوروا بلازما، ما هي سماكم بلازما، راح تجي البلازما. هنا نعطي هذه الرفوف للMDF، رفوف جميله وعمليه. هذا شرحنا لكم عن المطبخ البارد. هذا حاليا المطبخ البارد بنفس البيت، اكو مطبخ حار بنفس المطبخ. هذا الستيج يجي نوع المطبخ الحار. المطبخ الحار يبدي من هذا الرف وهذا الارضي. هذا الرف شيء جميل خليناه، اللي هو رف MDF مقطع الى خانات. هنا عندنا خلينا هذه الخانه الارضيه، سله المنظفات قريبه على مكان السينك. هسه راح نصور لكم مكان السينك.
هذه الخانة بالاتش دي اف مغلف بالكامل والكوارتز. لاحظ هنا عندك هذه السلة مربوطة على مساند، ما نربطها مباشرة، البعض يربطها مباشرة على الأرضية، احنا ما نربطها مباشرة على الأرضية. هذه السلة مربوطة بمساند، مساند ألمنيوم ومحشاية خشب. هذا الخشب إذا تشوفوه خشب تارس. لاحظ هنا اكو فقرة نسولف عليها، هي موضوع البراغي مالية. هذه اليد، هذه اليد، هذا امور تفيد المستخدم اللي هي ست البيت اللي راح تستخدم المطبخ. هذه اليد، شوف البرغي مسح ما يعور، ما يعور، يختلف عن البرغي اللي يجي باليد، يجي بطوله سنتيمين يجي، يعني راح يسبب مشكله للمستخدم. هذا البرغي احنا نخلينا مسح. اكمل لكم الشرح. هذا عندك الفاترين، العفو الشافطه هذه الباب متحركه. هنا الرف كذلك، الرف فيه خانتين يعني عملي اكثر. ذن الرفوف الام دي اف اللي هو ضمن الديكور الام دي اف اللي ضايفين بالمطبخ البارد، هذه تكملته هنا. هاي خانتين تحتوي على رف عملي خدمي للسيدة اللي تشتغل هنا بالمطبخ. هاي خانتين كذلك بيهن رفين مشتركات، هذه تعطي مساحة للاستخدام أكثر. لاحظ لي 3 نرمايد تركي دقيق، 3 نرمايد، وهذا موضوع البراغي اللي ما يعور. هذا الملحق. هنا نكمل الزاوية اللي هي مماثلة للزاوية اللي موجودة بذاك المطبخ البارد، زاوية عمودية أيضا رفوة للخانات تحتوي. هذا CNC جام ينطي بعض الجمالية. هنا هذه الفاترينة العملاقة اللي بيها، لاحظ كم خانة، 1 2 3 4 ومساحات كبيرة، يعني هذه يمكن هذا الشيء نص المطبخ، بالإضافة إلى هاي الباب الفوق، هاي الباب، يعني هاي الفاترينة جدا عملية. وياها كذلك السلة، هذه السلة مطابق، سلة سلايد طبعا، سلة سلايد تنسحب وترجع، يعني يوحد. هذا الفاترينة اللي بالملحق بالمطبخ الحار. نكمل شرح. هذا الأرضي نفس الأرض موجود بالمطبخ البارد، سطح كوارتز التركي، هي الكوارتز التركي. هذه المجرات الشفط، مجرات هيدروليك. عندنا هاي غسالة صحون اشتغلناها ديكورها ضمن المطبخ، عملية أكثر، راح تفيد سيدة المطبخ بالاستخدام. غسالة صحون نظام المطابخ الحديثة. هنا عندنا هذه الخانة، خانتين مشتركات ورف كذلك يقطع الخانات حتى ينطي مساحة استخدام أكثر. هنا هذه الزاوية نفس الزاوية اللي موجودة بالمطبخ البارد. إن شاء الله نكون يعني شرحنا وافي. هنا نجي على السينك اللي هو أهم مكان بالمطبخ. السينك، هذا السينك عندنا نفس الألوان، نفس النوع مال العمل، سلة منظفات، نفس الشيء، نفس السلة القديمة اللي موجودة هنا. السلة هذه تحتوي على مساند حشاية بالخشب. هذا الباب هنا ممكن باب للأواني، تخلي للصواني. هذا الخانة اللي يكون بها المجموعة مال الحوض. أغلب بس صور لي هذه المجموعة مال الحوض. طبعا تعذرون هذا مال العمل بعده باقي. هذه المجموعة مال السينك اللي تجي بهذا الحوض اللي هو ستيل ستيل ثقيل. هذه مجموعة كاملة، بيها قلي، بيها تقسيم تحويلة، وبيها هذا التصريف مال المياه مال من يترس الحوض من فوق. يعني هذا الشيء جدا مهم وعملي وجميل.
لاحظ اخترنا مايل وهذا البرجين اكد عليه هذا البرجين. والسطح كوارتز والحوض ستيل ستيل ثقيل. الحوض ستيل ستيل ثقيل. هذا سطح الكوارتز والحوض ستيل ستيل ثقيل. سلة الخضروات او سلة الفواكه هاي تتكبر بالزاوية طبعا. بالاضافة هاي الباب عندنا اغلب الابواب كانت بها رفوف خدمية. بعد موضوع الإنارة عندنا إنارة مخفية. إنارة مخفية أسفل المطبخ أسفل الملحق. هذه الإنارة المخفية تأسيس كامل. إنارة بالزوايا داخلية. هذه زاوية بها إنارة بالملحق أيضا مال المطبخ الأرضي الحار بإنارة. هذه إنارة داخل الزاوية وأيضا هنا إنارة مخفية. هذا نظام الإنارة المخفية هنا اشتغلنا بهذا المطبخ. سووا لي هذا الرف أيضا إنارته. هذا الرف أيضا ما سولفنا عنه. هذا الرف يعني صار شبه اتصال بين المطبخ الحار والمطبخ البارد هو هذا الرف. يعني هذا الرف لو ما موجود كان اكثر فاصلة سويناته. هذا الرف اللي هو ضمن الديكور مال الأندية اللي هو المطبخ ضاف بعض الجمالية. إن شاء الله نكون يعني شرحنا وافي ودقيق. وأي استفسار عندكم أي سؤال راسلونا وإحنا بالخدمة دائما كل جديد ومميز. تلقوا عندنا مطابخ AH للألمنيوم الBBC والHDF. تحياتي. هل سوينا لها هذا